عايز تبدأ مشروع أونلاين؟ عايز تعمل فلوس من الإنترنت؟ السؤال الحقيقي مش تعمل إيه، السؤال تبدأ إزاي صح؟ لأن أغلب اللي بيفشلوا مش بسبب الفكرة، بسبب البداية الغلط. أولاً، الخطوة الأولى: اختار المشكلة قبل المشروع. أي مشروع أونلاين ناجح بيبدأ ب Problem Solution Fit. اسأل نفسك: الناس بتشتكي من إيه؟ بتدفع فلوس على إيه؟ بتضيع وقت في إيه؟ لو مشروعك بيحل مشكلة حقيقية، الفلوس هتيجي كنتيجة مش هدف. ثانياً، اختار الموديل الصح مش أي فكرة. خلينا نكون عمليين، دي أشهر نماذج مشاريع أونلاين تقدر تبدأ بيها. أولاً، التجارة الإلكترونية، بيع منتجات محلية، مستوردة، أو حتى print on demand. محتاج متجر إلكتروني، منتج واضح، وتسويق ذكي. الميزة: قابل للتوسع. ثانياً، تقديم خدمات أونلاين. لو عندك مهارة، تصميم، تسويق، كتابة، تحليل بيانات، دي أسرع طريقة تبدأ. خدمة، عميل، دخل مباشر، من غير مخزون. ثالثاً، صناعة المحتوى وبراند شخصي. محتوى تعليمي أو ترفيهي على يوتيوب أو تيك توك. الدخل بيجي من إعلانات، شراكات، خدمات، كورسات. مش سريع بس قوي على المدى الطويل. رابعاً، التسويق بالعمولة، affiliate. تسوق منتجات غيرك وتاخد عمولة. نجاحه بيعتمد على ثقة الجمهور، اختيار المنتج، وقناة تسويق قوية. خامساً، ما تبدأش من غير أرقام. أي مشروع أونلاين لازم يتبني على أرقام مش إحساس. تابع تكلفة العميل، سعر البيع، هامش الربح، العائد على الإعلان. اللي ما يقسش ما يطورش. سادساً، ابدأ صغير وكبر صح. أكبر غلطة: تبدأ كبير من غير اختبار. ابدأ ب MVP، منتج واحد، قناة واحدة، اختبر، عدل، كبر. دي عقلية المشاريع اللي بتعيش. سابعاً، التسويق مش مرحلة، ده الأساس. مفيش مشروع أونلاين بينجح من غير تسويق، سواء إعلانات، محتوى، سوشيال ميديا، إيميل. لو المنتج كويس والتسويق ضعيف، مشروعك مش هيظهر. الخلاصة: الفلوس أونلاين حقيقية بس مش سهلة. مشروع أونلاين ناجح equals مشكلة حقيقية، حل واضح، تنفيذ بسيط، وتسويق مستمر. ابدأ بخطوة واتعلم وانت ماشي. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة عشان الفيديو اللي جاي مهم جدا. وده كان بريف. سلام.